بك سيدي. اهلا وسهلا. لابد أن معك أن نعرف يعني تعليقك على هذا الإضراب الذي كان مفاجئا بالنسبة لكل التونسيين. انا تونسي بالطبيعه مانيش باش نحكي على الاضراب هذا بصفه خاصه، انا باش نحكي على الاتحاد كامل كمنظمه، فهمتني؟ باش نقول بحكم تونسي وتبعت الثوره هذه ولا الانتفاضه ولا اللي هو تبعتها من الاول. انا من رايي كتونسي انه اخر واحد يتكلم على الحق ويتكلم على الاضرابات ويتكلم على الحكايات هذوما هو الاتحاد العام التونسي للشغل، لخاطر احنا نعرفوا انه المنظمه هذه كانت في عهد بن علي ما فيها حتى واحد، مانيش باش نقول حاجه معناها قليله عباد تتكلم فيها على الحق. من راهم اليوم فهمتني باش يوليوا يحكيوا على الحق ويحكيوا على الاضرابات وباش يدافعوا على العمال وكذا. قبل ما كناش نراوهم الكل، قبل الكتباء العامين الجهويين نتاع الاتحاد العام معناها الاتحاد العام التونسي للشغل الكل معناها حاطين يدين في دين آلة القمع، وديجا احنا رينا معناها المعلم الكبير نتاعهم اللي هو عبيد البريكي هذا الفتره اللي فاتت قال انه الاتحاد العام التونسي للشغل ماكينه ترحي على الصعيد الداخلي والخارجي، فهمتني؟ وحتى النقابي اللي قدامه تجي ترحيه، ومارينا حتى نقابي معناها تكلم في الوقت هذاك وقال له يا عبيد البريكي ما حقكش تتكلم هكاك وكل شيء. معناها اليوم اول حاجه يخافوا من القيادات نتاعهم، النقابيين يخافوا من القيادات نتاعهم، يخافوا من عبد السلام شراد قبل، يخافوا من شو اسمه حسين عباسي هذا تو، يخافوا من عبيد البريكي، يخافوا من القيادات نتاعهم. باهي هذه نقطه. ثاني حاجه احنا ما نقطيش رينا الاتحاد هذا يدافع على العباد، ما ريناهوش حتى مره يدافع على العباد قبل، بالعكس هو يدافع كان على الباطل. انا واحد من الناس راني مواطن تونسي وقاعد نتبع في الاتحاد وكنت نعيش في صفاقس وتوا لنا في رادس ديرييرمون حب يعملوا اضراب في ميناء رادس. لو كان صار معناها وما جاش ثم شويه وعي من عمال رادس ومشكورين بالمناسبه معناها نشكرهم عمال الشركه التونسيه للشحن والترصيف اللي ما تماشاوش مع الاضراب، فهمني؟ اللي اعلنا عليه كاتب العام جاوي نتاع بن عروس هذا البغديري ولا شكون كان باش يصير معناها اضراب في ميناء رادس الكل، وكان يصير معناها لا شعب ينجم ياكل ولا جيش ينجم ياكل ولا الشرطه تنجم تاكل ولا حتى اللي ضربوا تو ما يلقاوش باش ياكلوا، لو كان احنا ضربنا غادي، لكن ثم شويه وعي من العمال وثم شويه وعي من المسؤولين غادي في الشركه هذه وما صارش الاضراب في الميناء. معناها ما صارش الاضراب في الميناء، يعملوا حكايه باش تصير في النقل، يعملوا حكايه باش تصير في معناها طيران في البلديه في كذا، معناها ما همش حابين يسيبوا. يا الاتحاد العام التونسي للشغل انا باش نتكلم باسمي وباش نتكلم باسم حتى السلفيين ولو اللي انا مانيش منهم، فهمتني؟ وباش نتكلم باسم المستقلين. يا خويا ابعدونا، رانا نعرفوكم معناها فهمتني ولا ما كومش باين، نعرفوا افكاركم معناها ماهيش باهيه، ما عندكمش حتى نيه، فهمتني؟ ولا احنا سامحني لحظه باش نقص هذا كمنظمه انا بالنسبه لي انا وبالنسبه لبعض الاخوين المنظمه هذه وفاتها مع فرحات حشاد. فرحات حشاد هذا انسان زعيم حب الشعب كله، الشعب حبه بابا انا حبه وعائلاتنا كلها حبيناه السيد هذا لانه دافع بالرسمي على الحق وعلى نيه معناها، فهمتني؟ اذا كان يجيو هما يستغلوا الزعامه نتاع فرحات حشاد باش يقعدوا ينهبوا في الشركات ومعناها ورشوه تصير قدامهم والشركات الكل تباعت قدامهم والمناوله تصنعت قدامهم وباش يجيو اليوم باش يوليو شرفاء، انا نقولوا لهم لن تمروا كيف ما قال الشاعر الارجنتيني ولا شنو، والسلام عليكم. واضح.